طب هو خسيه يعمل ايه عشان ما يقعش؟ يعني سؤال الحكم، خسيه يعمل ايه عشان ما يقعش؟ يعني ده لازم يقع، ده اجباري لازم يقع. راجل تصادم معاه حارس مرمى والطبيعي انه يقع. فانا مش قادر برضه استوعب ازاي الحكم اداله الكارت الاصفر. ربما لم تكن الكره طويله بعض الشيء لكان تمكن خسير من الهروب من الحارس ريزكو في هذه اللقطه. الهجوم من دون راس حربه واضح في ريال مدريد. من هو راس الحربه اليوم كابتن خالد؟ ولا يعني هي كلها بتتبدل، مره كريم بنزيما، مره خيسيه، مره كمان كريستيانو رونالدو. يمكن انا جايب لقطتين بنفس الشكل. اللقطه اللي كمان فيها خيسيه اللي فيها ضربه الجزاء بتاعه خيسيه، يعني اعتقد ان دي بتدل بتوضح ده. بص اتفرج هنا التحرك بتاع لعيبه الريال كلهم، طبعا 3 على 3، مفيش راس حربه خالص. كريم بنزيما هناك، هنا موجود جاريث بيل، رونالدو موجود في الحته اللي قدام. كريم بنزيما دي اللقطه اللي في دقيقه 11 في الاول، كريم بنزيما ورونالدو وجاريث بيل وخيسيه 4 على خط واحد بدون راس حربه واحد. يمكن هو عدلها بعد كده ربع ساعه اللي بعدها عدلها شويه، لعب خيسيه جنب رونالدو وحط جاريث بيل ناحيه اليمين وخلى كريم بنزيما ناحيه الشمال. دي اللقطه اللي هي دي اللي هي لقطه دقيقه 11. واضح ان مفيش راس حربه، وهي مشكله للدفاع، يعني لا يعرف من يراقب، لا يعرف مع من يذهب. هي طريقه ممتازه جدا وبيلعب بها فريق بارسا الوحيد على مستوى العالم بيلعب بنفس الشكل. اعتقد انه ناجح نجاح كبير جدا نظرا للمهاره الفائقه اللي موجوده عند كل اللاعبين في الخط الامامي ولاعيبه وسط الملعب. ده الفرق بين الريال والبارسا. النهارده الريال مفيش فرص خطيره جدا لان لاول مره يلعبوا بنفس الاسلوب بنفس الشكل، عشان كده مفيش التفاهم والانسجام ما بين خيسيه وما بين رونالدو وما بين كريم بنزيما وما بين جاريث بيل. وفارق الامكانيات المهاريه لبعض لعيبه البارسا مع لعيبه الريال يوضح ان النهارده الفرق كبير جدا في حته الكرات الخطره. ودليل على هذا ان يكون كره واحده والهدف جه من ضربه ثابته لكريم بنزيما، وباقي ال 45 دقيقه ولا 40 دقيقه ما شفناش فيه شغل معمول في خط الهجوم. وخاصه كمان ان لاول مره النهارده اربيلوا موجود في ثلث ملعبه الاخير، مارسيلو مش موجود في اللقاء في الحته الاماميه، ما فيش مساعده لا لكريم ولا كمان لجاريث بيل. بالاضافه ان احنا بنتكلم على وسط ملعب لوكا مودريتش من اقل مبارياته، وده عاجبني في حته بس ان التنظيم بتاع فرقه اوساسونا تنظيم اكثر من رائع. دي اللقطه اللي انا بتكلم عليها اللي فيها بتاعت خيسيه. هنا رونالدو عمل دور صانع اللعب، جاريث بيل على اليمين، كريم بنزيما على الشمال، خيسيه هو اللي خد راس الحربه، تحرك ممتاز في تايم اكثر من رائع. ولكن طبعا براعه حارس المرمى ريسيجو اعتقد ان هي كان له دور كبير جدا في التفوق على خيسيه في انه ينقذ الهدف. دي طريقه بيلعب بيها كارلو انشيلوتي بس لسه لم يتعود على اللعب، ومحتاجه للعيبه لديها امكانيات زي جوندوجان مثلا، زي تشابي، زي انيستا، لعيبه عندها قدرات عاليه في حته التمرير وصناعه اللعب والتحرر للاربعه الاماميين اللي موجودين بالنسبه للريال.